يفكر الكثير منا في كيفية إعادة تعريف أنفسنا واحتضان النمو الشخصي بطرق جديدة ومثيرة. في هذا الفيديو سنستكشف 5 طرق غير متوقعة يمكن أن تساعدك على تحويل حياتك والازدهار في العام المقبل. انسى القرارات المعتادة، فنحن نتعمق في استراتيجيات غير تقليدية يمكن أن تشعل شرارة التغيير الحقيقي وتلهمك للتفكير خارج الصندوق. لا يجب أن يكون تحسين الذات عملية مملة مليئة بنفس الروتين القديم. بدلا من ذلك سنكتشف أساليب فريدة تتحدى الوضع الراهن وتشجعك على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، من احتضان الإبداع في أماكن غير متوقعة إلى الاستفادة من قوة المجتمع. تم تصميم هذه الأساليب لإشعال شغفك ودافعك لاكتشاف الذات. بينما نتنقل عبر هذه الطرق الخمس المدهشة لإعادة تعريف نفسك، ندعوك إلى إبقاء ذهنك منفتحا والتفكير في كيفية ملائمة هذه الأفكار لحياتك. سواء كنت تبحث عن تعزيز حياتك المهنية أو تحسين علاقاتك، أو ببساطة إيجاد المزيد من المتعة في اللحظات اليومية، فإن هذا الفيديو مليء بالأفكار المثيرة للتفكير والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيير هادف. لذا خذ دفتر ملاحظات واسترخي ولنبدأ معا رحلة استكشاف الذات. قد تجد الإلهام الذي تحتاجه لجعل عام 2025 أفضل عام لك على الإطلاق. اعتنق أسلوب الحياة البسيط. إن تبني أسلوب حياة بسيط يمكن أن يكون حافزا قويا للتحول الشخصي. في جوهره يشجعنا أسلوب الحياة البسيط على إزالة الفوضى، ليس فقط من مساحاتنا المادية بل وأيضا من المناظر الطبيعية العقلية. من خلال تبسيط محيطنا نخلق بيئة تعزز الوضوح والتركيز، مما يسمح لنا بإعطاء الأولوية لما هو مهم حقا في حياتنا. تخيل أنك تمشي إلى مساحة هادئة خالية من عوامل التشتيت، حيث يخدم كل عنصر تملكه غرضا أو يجلب لك السعادة. يمكن أن يقلل هذا الشعور بالهدوء بشكل كبير من التوتر والقلق، مما يمهد الطريق لوجود أكثر إشباعا. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لأسلوب الحياة البسيط في القدرة على تغيير عقليتنا. عندما نتخلى عن الممتلكات الزائدة فإننا نطلق أيضا الأمتعة العاطفية التي غالبا ما تصاحبها. تسمح لنا هذه الحرية المكتشفة حديثا بالتركيز على التجارب والعلاقات التي تثري حياتنا. لبدء رحلتك البسيطة ابدأ بشيء صغير. ابدأ بإزالة الفوضى من منطقة واحدة من منزلك، مثل خزانة أو مكتب. اسأل نفسك ما إذا كان كل عنصر ضروريا أو إذا كان يضيف قيمة إلى حياتك. بعد ذلك فكر في تطبيق قاعدة 1 يدخل و1 يخرج لمنع الفوضى في المستقبل. لكل عنصر جديد تجلبه إلى مساحتك تخلص من شيء آخر. أخيرا خذ لحظة كل يوم للتفكير في أولوياتك وما يجلب لك السعادة حقا. من خلال تبني البساطة لن تقوم فقط بتحويل محيطك، ولكن أيضا تنمي فهما أعمق لنفسك وما تقدره حقا. تنمية عقلية النمو. إن تطوير عقلية النمو أمر ضروري للتطور الشخصي وإطلاق العنان لإمكاناتك الكاملة. عقلية النمو هي الاعتقاد بأن قدراتك وذكائك يمكن تطويرهما من خلال التفاني والجهد والتعلم. على النقيض من ذلك تفترض العقلية الثابتة أن صفاتك ثابتة وغير قابلة للتغيير. يشكل هذا الاختلاف الأساسي كيفية تعاملنا مع التحديات والنكسات وفرص النمو. إن احتضان التحديات هو السمة المميزة لعقلية النمو. على سبيل المثال فكر في شخص يعاني من صعوبة التحدث أمام الجمهور، فبدلا من تجنبه بسبب الخوف ينظر الشخص الذي يتمتع بعقلية النمو إلى هذا التحدي كفرصة للتحسين. ومن خلال الممارسة المنتظمة والسعي للحصول على ردود الفعل والتعلم من الأخطاء يمكنهم تعزيز مهاراتهم واكتساب الثقة. لا يؤدي هذا النهج إلى النمو الشخصي فحسب، بل يعزز أيضا المرونة في مواجهة الشدائد. للمساعدة في تحويل عقليتك من الثبات إلى النمو جرب هذه التمارين. أولا ابدأ بتحديد المجالات في حياتك حيث تشعر بالجمود. اكتب التحديات المحددة التي تواجهها وأعد صياغتها كفرص للتعلم. بعد ذلك مارس التأمل الذاتي من خلال الاحتفاظ بمذكرات توثق فيها تجاربك مع التركيز على ما تعلمته من كل موقف. أخيرا أحط نفسك بأفراد ذوي عقلية النمو يلهمونك ويتحدونك. إن المشاركة في المناقشات معهم يمكن أن توفر لك وجهات نظر جديدة وتحفزك على احتضان رحلتك الخاصة نحو النمو. من خلال تنمية عقلية النمو تفتح الباب أمام احتمالات لا حصر لها للتطور الشخصي. المشاركة في التأمل الفلسفي. يلعب التفكير الفلسفي دورا حاسما في رحلة إعادة تعريف الذات. من خلال الانخراط في المفاهيم الفلسفية الرئيسية يمكننا التعمق أكثر في فهمنا لمن نحن وما نقدره.
تشجعنا أفكار الفلاسفة مثل سقراط الذي قال ذات مرة: الحياة غير المدروسة لا تستحق العيش. على استكشاف معتقداتنا ودوافعنا تدفعنا مفاهيم مثل الوجودية إلى مواجهة معنى وجودنا والاختيارات التي نتخذها، بينما تعلمنا الرواقية التركيز على ما يمكننا التحكم فيه وقبول ما لا يمكننا. للانطلاق في رحلة استكشاف الذات هذه، من الضروري طرح أسئلة عميقة حول قيمك ومعتقداتك. ما الذي يهمك حقا؟ ما المبادئ التي توجه قراراتك؟ يمكن أن يؤدي التفكير في هذه الأسئلة إلى رؤى عميقة، ويساعدك على موائمة أفعالك مع قيمك الأساسية. إحدى الطرق الفعالة لتسهيل هذا التأمل هي من خلال تدوين اليوميات. خصص وقتا كل أسبوع للكتابة عن أفكارك ومشاعرك وتجاربك. يمكن أن تساعدك هذه الممارسة على توضيح معتقداتك وكشف الأنماط في تفكيرك. بالإضافة إلى ذلك، فكر في الانضمام إلى مجموعة نقاش، حيث يمكنك الانخراط مع الآخرين في محادثات فلسفية. إن مشاركة وجهات النظر وتحدي أفكار بعضكما البعض يمكن أن يعمق فهمك ويلهمك طرقا جديدة للتفكير. من خلال تبني التأمل الفلسفي، فإنك تخلق مساحة للنمو الشخصي والتحول، مما يسمح لك بإعادة تعريف نفسك بطرق ذات مغزى. التواصل مع الطبيعة. إن القوة التحويلية للطبيعة في النمو الشخصي عميقة، وغالبا ما يتم التقليل من شأنها. إن قضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يعزز بشكل كبير من صفاء الذهن والرفاهية العامة. تظهر الأبحاث أن غمر أنفسنا في البيئات الطبيعية يقلل من التوتر ويعزز الحالة المزاجية ويحسن الوظائف الإدراكية. يمكن أن تساعد مشاهد الطبيعة وأصواتها وروائحها في تنقية عقولنا، مما يسمح لنا بالتفكير بشكل أكثر وضوحا وإبداعا. سواء كان الأمر يتعلق بالمشي في الحديقة أو التنزه في الجبال، يمكن لهذه التجارب أن تهدئنا وتوفر منظورا جديدا لحياتنا. لجني فوائد الطبيعة. من الضروري دمجها في روتينك اليومي. ابدأ بتخصيص وقت كل يوم للخروج، حتى لو كان مجرد نزهة قصيرة أثناء استراحة الغداء. فكر في إنشاء طقوس صباحية تتضمن بضع دقائق من اليقظة في حديقتك أو مساحة خضراء قريبة. يمكن أن يؤدي الانخراط في أنشطة معينة أيضا إلى تعميق ارتباطك بالبيئة. جرب البستنة التي لا تربطك بالأرض فحسب، بل توفر أيضا شعورا بالإنجاز أثناء رعاية النباتات. إن مراقبة الطيور يمكن أن تعزز من وعيك بالعالم الطبيعي، في حين تسمح لك ممارسة اليوغا أو التأمل في الهواء الطلق بإيجاد السلام في محيط هادئ. بالإضافة إلى ذلك، فكر في التطوع في جهود الحفاظ المحلية للرد الجميل للطبيعة مع تعزيز الشعور بالمجتمع. من خلال تبني هذه الممارسات يمكنك تسخير القوة التحويلية للطبيعة لدعم رحلة نموك الشخصي. الخلاصة: بينما نختتم استكشافنا ل5 طرق غير متوقعة لإعادة تعريف نفسك في عام 2025، دعنا نلخص النقاط الرئيسية التي ناقشناها. أولا، تعمقنا في قوة البساطة، مسلطين الضوء على كيف يمكن أن يؤدي إزالة الفوضى من المساحات المادية والعقلية إلى حياة أكثر تركيزا وإشباعا. بعد ذلك، استكشفنا أهمية تنمية عقلية النمو، والتي تشجع على تبني التحديات ورؤية النكسات كفرص للتعلم. كما أكدنا على أهمية الانخراط في التأمل الفلسفي، مما يدفعك إلى طرح أسئلة عميقة حول قيمك ومعتقداتك. بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا القوة التحويلية للطبيعة، مما يشجعك على دمج التجارب الخارجية في روتينك اليومي لتحسين الرفاهية. أخيرا، تطرقنا إلى أهمية استكشاف الذات من خلال التعبير الإبداعي، والذي يمكن أن يفتح آفاقا جديدة لهويتك. إن اتخاذ الإجراءات نحو النمو الشخصي أمر ضروري. تذكر أن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها، فهو يتطلب جهدا مستمرا واستعدادا للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك. نأمل أن تلهمك هذه الأفكار للشروع في رحلتك لاكتشاف الذات والتحول في العام الجديد. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا، فنحن نشجعك على الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من المحتوى حول النمو الشخصي وتحسين الذات. لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء الذين قد يستفيدون من هذه الأفكار. معا، دعونا ننشئ مجتمعا يركز على الازدهار وإعادة تعريف أنفسنا في عام 2025 وما بعده.